محمد وحكم رابع سجاد خالد. اما غرفة الفار فيها زيد ثامر ومصطفى عبد الكريم. جولة 28 انطلقت يوم امس، واليوم هذه المباراة الختامية طبعا المباراة الختامية لليوم الثاني من الاسبوع 28 بانتظار الختام يوم غد. الجوية والنجف والطلبة والزوراء مباراتان من العيار الثقيل. شاهدنا النفط يخسر امام اربيل 0-1، نفط الوسط ايضا يخسر في ملعبه 0-2، والقاسم يتعادل مع الميناء سلبيا، زاخو يتعادل سلبيا مع الكرخ، نفط ميسان يتعادل ايضا سلبيا مع الحدود. 3 مباريات انتهت بالتعادل السلبي، والشرطه 2-1 على امانه بغداد. الشرطه الفريق الوحيد الذي فاز في ميدانه لغايه الان، باقي الفرق لم تستطيع تحقيق الانتصار. بانتظار الآن صافرة مهند قاسم، مروان حسين المهاجم الذي يبدأ أساسيا في مباراة اليوم مع نادي نوروز بالملابس الحمراء. ديربي خاص، ديربي كردستاني ما بين نوروز ابناء السليمانية ودهوك، ممثل محافظة دهوك. بدأت المباراة حبة المشاهدين، الهجوم والبداية لمصلحة فريق نوروز بالملابس الحمراء. اما فريق دهوك طبعا الصقور يحاولون الان تمريره لم تصل، وستار ياسين الذي يلعب كمدافع يسار. المباراة الثانية امام القاسم لعب كمدافع يسار، والان ايضا يلعب كمدافع يسار. مروان حسين واضح على الصورة، مخرج مركز على مروان حسين. تلعب الان لمصلحة فريق دهوك، يحاول في منتصف الملعب زاكري مار زاكري يبحث عن تصويب، لكن دفاعات قوية. عادت ستيفن بافور، قطعت من جديد مصلحة فريق دهوك، يبدأ بقوة فريق دهوك من جهة اليمين. مررت الكرة، روبن اكوا يسيطر على الكرة، روبن اكوا انطلق، مار يلعب الكرة العرضية لزاكري، زاكري يبحث عن تصويب، صوب لكن اصطدت والى الخارج. هذا هو زاكري الذي يمتلك 4 أهداف، و4 أهداف أيضا صنعها، تسبب ب8 أهداف، 4 تسجيله و4 اسيست. يحاول الآن فريق دهوك منذ البداية أن يضغط على مرمى نوروز من أجل تسجيل الهدف الأول. طبعا مباراة الذهاب انتهت 1-0 لمصلحة دهوك، خطف 3 نقاط مهمة هناك من ملعب السليمانية. في محاولة السليمانية نوروز يحاول أن يخطف أيضا 3 نقاط مهمة. هي مباراة صعبة على الفريقين، مباراة ال6 نقاط ما بين دهوك ونوروز. ركنية الآن تلعب الركنية على القائم الأول الإبعاد من كلاوديو أوليفيرا، مارادونا الملقب بمارادونا. هذا هو ستار ياسين الذي تم تحويره إلى مركز مدافع اليسار، نعرفه هو لاعب خط وسط، لكن بسبب الغيابات ستار ياسين يعود إلى خط الدفاع. روبن اكوا مرر الكرة، طالت ومرت على اللواتي، عماد اللواتي المهاجم الخطير، أو هذا هيران أحمد طالت عليه هيران أحمد. دلاور تلعب الكرة، إيفاني تمريرة طويلة تترك للحارس مجتبى أحمد بشار، حارس مرمى دهوك الذي يدخل اليوم طبعا بديلا لمحمد صالح بسبب الإصابة. كرة الآن لمصلحة فريق دهوك يلعب الكرة هناك باتجاه جهة اليسار، سيطر على الكرة هيران، يلعبها إلى لوكاس موسيس البرازيلي، قطعت عادت لمصلحة فريق نوروز. محمد دلاور مع الكرة إلى مرتضى هديب 1-2، لكن قطعت. البحث عن الهجوم المرتد، عادت سريعا لمصلحة فريق نوروز. أحمد محمود الياباني مع الكرة، الياباني يلعبها إلى لامين سمتي اللاعب الجامبي، وصلت لمروان حسين، لم تصل لمروان حسين، قطعت الكرة بالكعب بصورة جميلة، لكن أيضا لامين سمتي، والكرة اصطدت بيانج زاكري إلى الخارج. نعم هذا هو الجامبي لامين سمتي. ستار ياسين على لعب الرمية الجانبية،
احمد محمود، تمريره ستيفن بافور، لكن قطعت الكره عادت لعثمان ساني. عثمان ساني مر من الاول والثاني، طالت على الثاني وهذا الخارج. رميه جانبيه ورميه جانبيه. عثمان ساني النيجيري امام ستيفن بافور. هذا احمد خلف، تجربه جديده مع دهوك. دربوا اربيل القوه الجويه لفترتين، النجف لفترتين، الطلب لفترتين، ايضا الديوانيه، والان مع دهوك. اكيد صاحب تجربه على مستوى التدريب. دهوك الذي يبحث عن انتصار مهم جدا، دهوك الذي يحاول ان يحقق الانتصار، وخاصة اخر 3 مباريات لم يحقق الفوز. 3 تعادلات امام امانة بغداد والحدود وكربلاء، وفي اخر 7 مباريات حقق فوز واحد مقابل 6 تعادلات. نعم، لكن اخر خسارة لنادي دهوك هنا في ملعبه كانت مع الميناء في الاسبوع ال17. نعم، اخر خسارة كانت في ملعب الميناء في الاسبوع ال17، واخر خسارة في ملعبه كانت امام الطلبة 1-3 في الاسبوع ال7. دهوك قوي جدا في ملعبه وفي ميدانه. نزار محروس، تجربة اخرى مع الدوري العراقي، تمكن مع اربيل، يحاول الان ان ينجح بهذه التجربة. لكن ولي كريم الذي استقال قدم مواسم متميزة مع فريق نوروز، خاصة ولي كريم الذي يعني لعب في طبعا تأهل للدوري قبل موسمين وهذا الموسم الثالث مع نوروز، لكن ولي كريم قرر الاستقالة وعدم إكمال المشوار. في موسم 21-22 كان في المركز الثامن، ومركز 22-23 كان بالمركز العاشر. وفي هذا طبعا الموسم الآن نوروز في المركز السابع، أفضل مركز له لغاية الآن قبل نهاية الدوري ب10 أسابيع. تلعب من محمد دلاور لمصلحة فريق نوروز. كلاوديو أوليفيرا لم يسيطر على الكرة، بداية مرتبكة من الفريقين. هذا كلاوديو أوليفيرا الذي عاد من جديد مع نوروز. تلعب رمية جانبية لمصلحة فريق دهوك. دهوك يحاول الآن في المنتصف، وصلت إلى زاكري. زاكري لأكوا، تمريرات، شاهد عدم الاستعجال. 3 لاعبين كقلب دفاع لدى فريق دهوك. لوكاس موسيس إلى أكو حزير. أكو حزير، تمريرة أمامية إلى زاكري، أو هذا عثمان ساني لكن أقرب للحارس. مجتبى الستار ياسين، طالت على أحمد محمود، قطعت من هيران، عادت إلى هيران أحمد من جديد. أكو حزير هناك لجهة اليسار، يحاول الآن فريق دهوك تمريرة، البحث الآن عن تصويب، ما زال يحتفظ بالكرة فريق دهوك لكن قطعت من فريق نوروز. عادت سريعا إيفاني، تمريرة كلاوديو أوليفيرا مرة انطلق، وهناك خطأ. هل هناك بطاقة صفراء؟ وموسيس يقول لعبت على الكرة يا سيد الحكم، لكن أوليفيرا انطلق وتخلص من مواطنة. وابن بلده البرازيلي الآخر موسيس لوكاس الذي سبقه اللعب بنوفو هامبورغ وماربلية هناك في البرازيل، وأيضا تومينسي. يحاول الآن عثمان ساني لكن الكرة للخارج. رمية جانبية، كثيرة هي الكرات التي ذهبت إلى الخارج سواء كانت رمية جانبية أو ركلة مرمى. ستار ياسين يلعب رمية جانبية لأحمد محمود، قطعت من زاكري. رمية جانبية أخرى لمصلحة فريق نوروز. زاكري اليوم هو الكابتن. ستار ياسين يلعب رمية جانبية باتجاه ستيفن بافور، قطعت من أبو بكر، عادت لأحمد محمود الياباني، يغير اللعب تماما هناك لجهة اليمين لدى محمد دلاور إلى كلاوديو أوليفيرا يلعب الكرة العرضية لكن قطعت من المدافع
محمد معا تلعب الكرة الطويلة اللواتي وديار ياخي الغلبة لياخي. إيفاني يعود بالكرة للحارس مجتبى محمد سبق واللعبة للديوانية وكربلاء. المباراة الثانية فقط لمجتبى. أحمد محمود هناك لأوليفيرا وانطلق محمد دلاور انطلق تلعب الكرة داخل منطقة مروان حسين يحاول لكن هناك خطأ واضح على مروان حسين. لمس الكرة باليد على مروان حسين الواضح على الصورة. شاهد هنا الإعادة ولمس الكرة باليد على مروان حسين بعد الكرة المشتركة مع محمد معا المدافع الذي جدد موسم آخر مع فريق دهوك. يدلع بالخطأ لمصلحة فريق دهوك. 10 دقائق مرت من بداية هذا اللقاء والتعادل السلبي ما بين الفريقين ضمن الأسبوع 28 من دوري نجوم العراق. هنا تمريرة خاطئة أحمد محمود صوب لكن اصطدت من مروان حسين. كرة خاطئة كانت من روبن أكوا وكاد أحمد محمود أن يعاقب روبن على هذه الكرة الخاطئة. الآن لوكاس موسيز تمريرة طويلة باتجاه اللواتي لكن ستار ياسين بالرأس وصلت لأحمد محمود إلى إيفاني ثلاثي خط الوسط مرتضى هديب وإيفاني وأحمد محمود وصلت إلى دوكاني تمريرة أمامية باتجاه أوليفيرا لكن تغطية دفاعية موجودة. شاهد أوليفيرا نعم مهاجم مشاكس ومشاغب دائما ما يضغط على المدافعين. تلعب الكرة الطويلة إيران أحمد استلم الكرة بصورة جميلة يحاول المرور يحاول تصويب مرر 1-2 مع اللواتي وتخلص بصورة جميلة. إيران أحمد تمريرات جميلة أكو عزير إلى إيران من جديد إيران إلى اللواتي لكن قطعت الكرة. مرتضى هديب بالراس من أوليفيرا لكن بعيدة على مروان عادت لمصلحة فريق دهوك. روبن أكوا يحاول السيطرة على الكرة روبن أكوا يلعب لأكو حزير يحاول أكو مع الكرة احتفظ بالكرة كثيرا الآن مرر وتمريرة خاطئة وصلت لدوكاني. تمريرات خاطئة من قبل الفريقين يعني دائما ونشاهد التمرير الخاطئ وهنا خطأ على أكو حزير لمصلحة مرتضى هديب الواضح بالصورة سبق واللعبة للكهرباء وأمانة بغداد والنجف. ضغط من أكو حزير في هذه اللقطة. تلعب الكرة الآن دلاور محمد دلاور أمام محمد سعيد. محمد دلاور يلعب رمية جانبية إلى ديار ياخي الكابتن. يحاول فريق نوروز أن يهدئ اللعب ليرد الاستعجاب بلعب الكرات. أحمد محمود إلى إيفاني باتجاه ستار ياسين صعب على ستار ياسين وهذا الخارج. رمية جانبية لمصلحة فريق دهوك. رمية جانبية الآن هذا هو عثمان ساني تلعب من أبو بكر عثمان. لوكاس موسيز لمن يا لوكاس إلى الخارج. رمية جانبية من جهة اليمين تتحول إلى جهة اليسار بالنسبة لفريق دهوك وبالنسبة لفريق نوروز من اليسار إلى اليمين. محمد دلاور يلعب الكرة الأمامية لكن أيضا أقرب للحارس أحمد بشار. يعني لغاية الآن لم نشاهد أي محاولة أي فرصة للتسجيل. كرات مقطوعة كرات إلى الخارج. الشيء الجميل لغاية الآن في مباراة دهوك ونوروز هو جمهور دهوك الذي يشجع ويصفق ويوازر الفريق بعد العودة للمدرجات بعد عقوبة الحرمان لمباراتين. ونتمنى من جماهير دهوك أن تعزل النفر الضال من جماهيرها الذي يسبب بالفوضى بصورة مستمرة. أكيد نفر قليل لا يؤثر على حلاوة جمهور دهوك. أكو حزير تمرير طويل اتجاه عثمان ساني لكن صعبة على ساني
والى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة فريق نوروز. ايفاني لاحمد محمود، قطعت من ابو بكر عثمان، مرروا الكرة الان. هيران احمد، محمد سعيد انطلق من جهة اليسار، هيران تقدم، تمرير اللواتي لكن لا من سمتي وقطع الكرة بالرسم. مروان حسين يحاول اوليفيرا ان يضغط على محمد معن، لكن محمد معن يلعب لاحمد بشار، حذاري احمد بشار، شتت الكرة بشار. ستار ياسين بالراس، ستيفن بافور مع محمد معن، كرة المشتركة يحاول الابعاد، ابعد الكرة. كرة كانت داخل منطقة الجزاء فيها ارتباك نوعا ما على مدافعي فريق دوك، لكن في الاخير تم اخراجها. دلاور يحاول لكن الابعاد من محمد سعيد الى الخارج. رمية جانبية دوكاني، محمد دلاور يلعب الرمية الجانبية. 1-2 مع كلاوديو اوليفيرا. دلاور الى مرتضى هديب، مرتضى الاديار. يا اخي ربع ساعة مرت احبة المشاهدين، ومثل ما ذكرت المباراة لغاية الآن أداءها ليس بذلك الأداء الكبير، توقعنا مباراة أعلى من هذا المستوى، لكن هي مباراة صعبة على الفريقين، هي مباراة مهمة جدا للفريقين. نتكلم عن المركز السادس والسابع، دوك سادس 41 نقطة، ونوروز سابع ب 41 نقطة. وطبعا فارق الأهداف صحيح نوروز، لكن بفارق المواجهات لمصلحة دهوك الذي فاز على نوروز هناك في ملعب السليماني بهدف مقابل لا شيء. خطأ الآن لمصلحة فريق نوروز. هل نشاهد الخطورة عن طريق الكرات الثابتة؟ محمد دلاور على لعب هذا الخطأ. 6 قمصان حمراء متواجدة، ومهند قاسم يطلب الهدوء. يحاول الآن محمد دلاور، مهند قاسم يتكلم مع لوكاس موسيس، وتنبيه من حكمنا المتميز حكمنا الدولي مهند قاسم، حكم متميز جدا. مهند قاسم قاد العديد والعديد من المباريات الكبيرة. تلعب من دلاور هنا الرأسية، لكن ابعاد من الدفاعات الى الخارج. ركنية الان لمصلحة فريق نوروز. محمد سعيد الذي ابعد الكرة، شاهد اللواتي عائد في الواجبات الدفاعية. ركنية الآن لمصلحة نوروز. دلاور المتخصص في الكرات الثابتة بغياب محمد سامي اللاعب المهم صانع الألعاب متواجد في دكة البدلاء. محمد دلاور يلعب الركنية داخل منطقة الجزاء، يحاول أن لا من سمته، لكن قطعت من اللواتي بالرأس والإبعاد على دفعتين. هيران أحمد يبحث عن الهجوم المرتد، لكن قطعت من احمد محمود. تمريره الى اوليفيرا، كلاوديو يلعب الكره العرضيه، مروان حسين بالراس، عادت لمروان، صوب مروان، لكن ابعاد من اللاعب ابو بكر عثمان الى ركنيه. كره خطيره لمصلحه فريق نوروز من اللاعب المخضرم مروان حسين، لكن ابعاد الكره في اللحظه المناسبه من ابو بكر عثمان الى ركنيه اخرى تلعب على القائم الاول، لكن ابعاد من زاكري. وصلت الان هيران احمد، تمريره جميله بالعمق الى ساني انفرد، ساني صوب، لكن اصطدت من ستار ياسين. متابعه دفاعيه سريعه من ستار ياسين لهذا لهذا النيجيري الذي شاهدناه في الموسم الماضي مع فريق النفط، وفي هذا الموسم مع دهوك. كلاوديو اوليفيرا. المباراة الآن تحركت نوعا ما، المباراة الآن يعني هناك لعب سريع، هناك محاولات على الأقل، نعم لا وجود الفرص المحققة للتسجيل، لكن على الأقل هناك محاولات من أجل تسجيل أول أهداف. هذا هو ساني صوب، لكن أيضا ستار ياسين وضع قدمه أمام ساني ومنع الخطورة، ووصلت الكرة سهلة للحارس مجتبى محمد. كرة خطيرة كانت، تحول سريع من لاعبي فريق دهوك. ستار ياسين يحاول المرور، لعب الكرة العرضية سهلة للحارس أحمد بشار.
لوكاس الى محمد سعيد لمصلحة فريق ادهوك. محمد سعيد شاهد فريق ادهوك الان يحاول تهدئة الامور بعدما شاهد فريق نوروز ضغط عن طريق الكرات الثابتة. اكو حزير الى محمد سعيد لمصلحة فريق ادهوك. ادهوك لا يستعجل تماما بلعب الكرة الامامية. اكو حزير شاهد التمريرات بالعرض او بالخلف لا وجود التمريرة الامامية. روبن اكوا لاكو حزير مع الكرة مرر الى محمد سعيد هناك من جهة اليسار. محمد سعيد يحاول المرور عادت لاكو من جديد مصلحة فريق ادهوك. روبن اكوا شاهد فريق ادهوك. هيران احمد الازاكري الى هيران من جديد. هيران مرر الكرة قطعت عادت ستيفن بافور لمصلحة فريق نوروز البحث عن الهجوم المرتد. ستار ياسين مع الكرة. ستار يحاول المرور من امام زاكري لكن زاكري لاعب انضباطي لاعب تكتيكي على مستوى عالي. قطعت الكرة لامين سماتيه من امام اللواتي وصلت لمرتضى هديب هناك لدوكاني. محمد دلاور الى كلاوديو اوليفيرا يحاول المرور 1-2 جميلة مع دلاور لا وجود الخطأ. اللعب على الكرة مهند قاسم قريب جدا من اللقطة في زاوية كانت ممتازة لمهند قاسم وروح رياضية عالية من لاعبي فريق ادهوك باخراج الكرة للتأكد من سلامة كلاوديو اوليفيرا بعد اللقطة المشتركة. اوليفيرا الذي يطالب بخطأ. شاهد اللقطة ممتازة كانت محمد سعيد الذي لعب على الكرة. شاهد هنا الإعادة كيف لعب على الكرة. كان هناك لمس على اوليفيرا الذي يطالب بخطأ لكن مهند قاسم كان قريب جدا من اللقطة. اوليفيرا لا يا اوليفيرا لقطة بعيدة عن الروح الرياضية. يعني لاعبي فريق ادهوك لعبوا الكرة الى الخارج. اكيد لاعبي فريق ادهوك اكيد يعترضون على تصرف كلاوديو اوليفيرا. نعم هو مشاكس هذا البرازيلي الملقب بمارادونا. نعم مهند قاسم يطلب من اللاعبين الهدوء وهنا حتى مهند قاسم ينبه كلاوديو اوليفيرا. يعني بصراحة لقطة غير محببة رؤيتها هنا في كرة القدم بصورة عامة ليس فقط في الدوري العراقي لا في عالم كرة القدم. يعني هكذا لقطات بعيدة تماما عن الروح الرياضية. لاعبي ادهوك توقعوا أن يلعب اوليفيرا الكرة للخارج لكن صوب باتجاه المرمى وبالتالي لاعبي ادهوك اعترضوا على هذه اللقطة. على العموم نعود نستلف اللقاء من جديد أحبة المشاهدين. التعادل السلبي ما بين ادهوك ونوروز هنا في ملعب ادهوك الأسبوع 28. الآن روبن أكوا يلعب تمريرة بخارج القدم وصلت لستار ياسين ستيفن بافور يحاول أن واحد مع أحمد محمود. عادة بافور إلى كلاوديو اوليفيرا خروج لأحمد بشار أقرب لأحمد بشار اللي يلعبها لمحمد سعيد. يضغط الآن لاعبي فريق نوروز يضغط في المناطق الأمامية لفريق ادهوك بحثا عن افتكاك الكرة لكن تحول جميل بالكرة من لاعبي ادهوك من اليسار اليمين وصلت لساني يلعب الكرة قطعت عادت لساني من جديد. ساني يمرر لأكو حزير إلى هيران أحمد إلى اللواتي المهاجم التونسي الخطير. عثمان ساني دلاور قطع الكرة دوكاني إلى كلاوديو اوليفيرا مرة لمروان حسين صعب على مروان حسين أقرب لمحمد معن يلعبها للوكاس موسيز الذي لعبها بذكاء اصطدت بلاعبي نوروز وذهبت الخارج. تلعب رمي جانبي سريعا. لوكاس يحاول الان ايضا قطعه دفاع عالي من لاعبي فريق نوروز وصلت الى ستيفن
بافور كلاوديو اوليفيرا، كرة خطيرة كرة خطيرة، اوليفيرا صوب لكن محمد سعيد اي فدائية محمد سعيد، ويتفاعل مع هذه اللقطة جماهير دهوك تتفاعل مع لقطة محمد سعيد امام كلاوديو اوليفيرا. شاد فدائية كبيرة من محمد سعيد من امام اوليفيرا، وابعاد الكرة للخارج. ركنية الان ركنية لمصلحة فريق نوروز، الركنية الثالثة لنوروز. دلاور يلعب الركنية على القائم الاول، هنا الراسية ديار يا اخي المدافع المتقدم والذي دائما ما يتقدم في الكرات الثابتة، والكرة بالرأس ثابتة الخارج. هناك عتاب ما بين البرازيلي لوكاس ومحمد سعيد. 25 دقيقة نوروز أفضل، نوروز أكثر وصولا للمرمى. نعم لا وجود الهجمات الخطيرة، لا وجود الفرص المحققة للتسجيل، لكن نوروز أفضل. إيفاني قطع الكرة بالرأس، روبن أكوا، أحمد محمود اتك الكرة وصلت لمروان حسين لكن قطعت محمد معا، عادت لزاكري الإفواري. زاكري يحاول يانيك، مرر الكرة لأكو حزير يعود بالكرة إلى زاكري من جديد، زاكري تمريرة لكن ستار ياسين. أكو حزير يحاول لعب الكرة، قطعت من لامين ساماتي وستار ياسين. وهناك صافرة إيقاف المباراة بسبب إصابة لامين ساماتي بعد الكرة المشتركة مع أكو حزير. شاهدنا اللقطة المشتركة ما بين أكو حزير ولامين ساماتي الجامبي. ستار ياسين دافع اليسار في مباراة اليوم. اسقاط كرة، اكيد اخر من لمس الكرة ستار ياسين، وبالتالي اسقاط كرة من الحكم الدولي مهند قاسم. يلعب اسقاط كرة لستار ياسين، وصلت الان لمحمد دلاور. دوكاني مع الكرة، دوكاني ديار يا اخي. نوروز شكل افضلية بالوصول الى مرمى فريق دهوك لكن دون خطورة. نعم تحصل على 3 ركنيات لكن لم يشكل تلك الخطورة. سيد ديار يا اخي التي علت العارضة. ديار يا اخي الان مع الكرة يلعبها لمحمد دلاور الملقب بدوكاني. دلاور الى ستيفن بافور مرر الكرة بصورة جميلة مروان حسين، تصويبة من مروان حسين لكن عالية وإلى الخارج. ركلة مرمى. هذا هو محمد دلاور دائما ما يتقدم للأمام. محمد دلاور مدافع يمين فريق نوروز لديه هدف في مرمى كربلاء، وأيضا صنع 4 أهداف، 4 أسيست لدلاور. مدافع يمين دائما ما يتقدم للأمام. محمد سعيد مع الكرة، محمد سعيد يحاول المرور، يلعبها لأكو حزير، قريب عليه مرتضى. أكو يلعبها لروبن أكوا إلى هيران إلى زاكري قريب عليه لمن سمتي. زاكري وتمريرة خاطئة. زاكري حاول التمرير للواتي لكن أقرب للحارس. محمد دلاو فريق نوروز، والمحاولة بتسجيل أول انتصار لفريق نوروز على طبعا أحد الفرق الكردستانية. هنا كلاوديو أوليفيرا فريق نوروز الذي يحاول تحقيق انتصاره الأول. يعني 4 مباريات سابقة مع الأندية الكردستانية لنوروز، تعادل في 1 وخسر في 3 مباريات، بينما فريق دهوك أيضا لعب 4 مباريات أمام الأندية الكردستانية أندية الشمال. يعني تعتبر هذه المباريات مباريات ديربي من الأندية الكردستانية، فاز في 1 وتعادل في 3. يعني فريق دهوك لم يخسر في الدربيات الكردستانية، وفريق نوروز لم يفز في هذه الدربيات. هل نشاهد اليوم
فريق نوروز يسجل الانتصار الاول. حمد هوك يبقى وفيا في الدربيات، لا يخسر في ملعبه صعب جدا. هوك نعم فريق صعب جدا. ستيفن بافور الذي انتقل لجهه اليمين مع محمد دوكاني. دوكاني مع الكره يلعبها الى ايفاني لمحمد دلاور. شاهد الزياده العدديه لفريق نوروز داخل منطقه الجزاء هنا الراسيه والابعاد الى ركنيه. يعني شاهد الفانيلات الحمراء داخل منطقه جزاء هوك. يعني اتكلم عن 5 لاعبين، اتكلم عن 5 لاعبين من فريق نوروز. شاهد هنا اللقطه، يعني 5 مهاجمين من فريق نوروز داخل منطقه الجزاء، داخل منطقه جزاء فريق هوك، وفي هجمه منظمه، يعني ليست كره ثابته. ركنيه اخرى الان، تعددت الركنيات لمصلحه فريق نوروز. دقيقه 30 الان من عمر هذا الشوط والتعادل السلبي. مهند قاسم ينبه اللاعبين. ركنيه الان محمد دلاور يلعبها على القائم الاول، وهنا الراسيه والابعاد من اللواتي المتراجع لاجل المسانده الدفاعيه. دلاور يضغط والكره اصطدت بدوكاني الى الخارج. رميه جانبيه لمصلحه فريق هوك. افضليه واضحه لمصلحه فريق نوروز. نعم نوروز يشكل افضليه، يعني تحصل على 4 ركلات ركنيه مقابل ركله ركنيه وحيده لفريق هوك. محمد سعيد يلعب الرميه الجانبيه بالراس من اكو حزير. مرتضى هديب وايضا الى الخارج. رميه جانبيه اخرى لمصلحه فريق هوك. محمد سعيد لآكل. محمد سعيد من جديد. روبن اكوا الى عثمان ساني، لكن قطعت من ايفاني. لامين سمته الى ايفاني، الى دلاور لنوروز. ديار ياخي، الكابتن ديار ياخي لاعب قلب الدفاع. دلاور لايفاني. ايفان اللاعب النيجيري. لامين سمته الى ستار ياسين. تمريرات مصلحة فريق نوروز، تمريرة بالعمق ستار ياسين لكن لم تصل لأحمد محمود. قطعت من أبو بكر عثمان إلى الخارج. رمية جانبية. ستار يلعبها لمرتضى، عادت للستار من جديد. ستار تغيير اللعب تماما هناك لجهة اليمين لدى محمد دلاور إلى بافور يحاول، لكن قطعت الكرة. عاد ستيفن بافور يلعب الكرة العرضية بعيدة جدا إلى الخارج. ركلة مرمى. يعني شاهد دائما لاعبي فريق نوروز يتقدمون إلى الأمام، يعني واضح جدا جهة اليمين لفريق نوروز أفضل من جهة اليسار من الناحية الهجومية. لقطة زاكري يطلب من اللاعبين الهدوء، عدم الاستعجال. أكيد يعرف فريق نوروز يشكل أفضلية، فيريد اللاعبين الهدوء والتركيز أكثر في هذا اللقاء. لقاء مهم جدا للفريقين. الاقتراب أكثر من المراكز المقدمة. خطأ لمصلحة روبن اكوا في منتصف الملعب. هذا هو روبن اكوا اللاعب الغاني، لعب هناك في غانا مع نادي ليبرتي، وايضا في بلجيكا مع ميشيلين، ولعب ايضا في الدوري الالباني مع تيرانا. الى الخارج. رميه جانبيه لمصلحه فريق هوك. ستيفن بافور يطالب برميه جانبيه. ستيفن بافور تجربه طويله في دورينا، لعب مع الكرخ والنجف والطلبه والكهرباء، وايضا لعب هناك في عمان مع نادي الصحارى العماني، ولعب مع التضامن الكويتي. الكره الان لمصلحه فريق دهوك. دهوك يحاول عن الضغط، الاستحواذ على الكره، تراجع من لاعبي فريق نوروز. هنا التمريره خارج القدم، سموتي قطع الكره وتشتيت من ستار ياسين. من جديد ابو بكر عثمان برا سهله لستار ياسين. ستار ياسين مرر لمرتضى هديب، لكن قطعت الكره سريعا من اكو حزير لفريق دهوك. وصلت الان يا زاكري تمريره، لكن دلاور في التغطيه الدفاعيه.
عودة من جديد السكت بول لمصلحة فريق دهوك للمرة الثالثة على التوالي. يانج زاكري يلعب الكرة العرضية وخروج بالمشتبه من أمام اللواتي. عماد اللواتي المهاجم التونسي خطير جدا بالكرات العالية، لديه 6 أهداف، لديه 6 أهداف اللواتي، هدفين من ال6 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية. إيفاني أهم لاعب في فريق نوروز لا يتواجد إبراهيم توموا الذي لديه 12 هدف هداف الفريق، لكن كلاوديو أوليفيرا موجود ب6 أهداف ومروان حسين ب8 أهداف. وهنا التمريرة الخطيرة، جول، هدف أول لمصلحة نادي دهوك. أي تمريرة جميلة وكرة جميلة من فريق دهوك، وهدف أول لمصلحة نادي دهوك. وجماهير دهوك تفرح بهذا الهدف، تصفق. كرة جميلة كانت، تمريرة جميلة عن طريق اللاعب هيران أحمد في الدقيقة 35. شاهد محمد سعيد خلف المدافعين، ومن اللمسة الأولى صعبة جدا على مجتبى، وهدف أول لمصلحة هيران أحمد في الدقيقة 35. نعم، شاهد من اللمسة الأولى من هيران أحمد، والذي وضع الكرة في شباك نوروز. هدف أول لدهوك مقابل لا شيء. نوروز الذي شكل الضليع وصل للمرمى، تحصل على عدد من الركنيات، لكن دهوك سجل هدف بعد تمريرة جميلة من محمد سعيد لهيران أحمد الذي سجل أول أهداف هذا اللقاء. هدف أول لدهوك. هل نشاهد الآن ردة فعل من فريق نوروز بعد التقدم من فريق دهوك؟ لوكاس إلى روبن أكوا، يمر محمد سعيد يلعب الأكوا، حزير لأكوا لمصلحة فريق دهوك. شاهد أكوا كيف تخلص، وخطأ لمصلحة فريق دهوك. معترض إيفاني يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام، لا داعي للعودة للخلف. هدف نوروز أتى بتنظيم دفاعي غير جيد بالمرة، خطأ واضح على إيفاني مصلحة روبن أكوا. روبن لاعب الغاني يلعبها لأكو حزير فريق دهوك. هنا أكو زرعت الكرة، تمريرة لمحمد سعيد وستيفن بافور، ممتاز من ستيفن بافور، وابعاد الكرة للخارج، رمية جانبية، وستيفن بافور يطلب من اللاعبين التقدم الى الامام. بالسلامة لمحمد سعيد. 3 لقاءات سابقة ما بين الفريقين، أفضلية لدهوك، فاز في مباراتين سجل 3 أهداف، بينما نوروز فاز في مباراة واحدة سجل هدفين. أفضلية تاريخية لدهوك. روبن أكوا، تمرير لاكو حزير، عادت لي روبن إلى محمد معا، وهذا أبو بكر عثمان، تمريرة يانج زاكري، عثمان سوني انطلق، سوني تقدم، لعب الكرة العرضية وصلت لهيران أحمد يحاول المرور، مر هيران، لعب الكرة لكن أقرب لمرتضى ديب إلى إيفاني ديار يا أخي، البحث عن هجوم مرتد لكن قطعت، عادت لمصلحة فريق دهوك، تمريرة خطيرة اللواتي، عماد اللواتي، لكن قطعت في اللحظة المناسبة، وصلت لأحمد محمود. أحمد محمود يتحصل على خطأ، ونوروز يحاول، نعم، يضغط الآن فريق دهوك على فريق نوروز بعدما سجل هدف، يحاول استغلال
الوضع الغير جيد لفريق نوروز في الدقائق التي مرت. إيفاني يلعب الاستاذ ياسين إلى أحمد محمود لمصلحة فريق نوروز. أحمد محمود إلى ستار ياسين من جهة اليسار، صعبة جدا إلى الخارج، ركلة مرمى. هذا هو ستار ياسين، مشوار طويل، لعب مع كركوك وزاخة والطلبة والشرطة وأمارة بغداد، والآن مع نوروز. اكو حزير خلف الذي استلم الفريق من الاسبوع الثاني عشر من حيدر صباح. مرتضى ديب لاحمد محمود، محمد دلاور مع الكره، يلعب لستيفن بافور، قطعه من محمد سعيد، كره لم تخرج، بالراس لمرتضى لإيفاني. فريق نوروز هل ينجح بالعودة في الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول أم يبقى دوك متقدم؟ تمريرة إيفان لستيفن بافور الخطير داخل منطقة الجزاء، ممتازة من الحارس أحمد بشار، انغاب محمد صالح، موجود أحمد بشار، والمطالبة ببطاقة صفراء على مروان حسين بعد الكرة المشتركة الأخيرة مع أحمد بشار. لكن ستيفن بافور انطلق وصوب، لكن تصويبته أتت في المكان الذي يتواجد فيه الحارس أحمد بشار، وهذه اللقطة لم نشاهدها بالصورة المناسبة بين أحمد بشار ومروان حسين. شاهد ستيفن بافور صوب، حاول أن يصوب في الزاوية الصعبة. نشاهد اللقطة المشتركة ما بين أحمد بشار ومروان حسين. بالسلامة للحارس أحمد بشار الذي جدد في هذا الموسم مع فريق دهوك. فريق نوروز الذي بدأ بالمدرب ولي كريم لغاية الجولة أو الأسبوع الثاني والعشرين حقق 9 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، سجل 33 هدف واستقبل 23 هدف. نتكلم عن حصيلة المدرب ولي كريم. صراحة ولي كريم مع فريق نوروز قدموا لنا أضافة في الدوري العراقي. يعني عندما وصل نوروز موسم 21-22 يعني رقم صعب كان في الدوري، دائما ما نشاهده ينافس الكبار، دائما ما نشاهده يقدم مباريات كبيرة. واحمد بشار يعاتب مروان حسين على اللقطة السابقة. خلاص تحدث هكذا امور، هي كرة مشتركة، مروان حسين ليس من اللاعبين الذين يتعمدون ايذاء حراس المرمى. خطأ الان لمصلحة فريق دهوك، هجمة خطيرة كانت لمصلحة فريق نوروز عن طريق ستيفن بافور، لكن احمد بشار ابعدها ومن ثم مسك الكرة قبل ان تصل لمروان حسين. خطأ الان، تلعب الكرة العالية، وصلت في المنتصف كحزير، قطعة من أحمد محمود تمرير باتجاه كلاوديو أوليفيرا، أبو بكر عثمان أخطأ أوليفيرا تصويبة لكن اصطدت، وأحمد بشار والإبعاد الكرة إلى الخارج، رمي جانبية. لم يستطيع عثمان ساني السيطرة على الكرة، تأتي إلى الخارج، رمي جانبية اللعب سريعا. أحمد محمود، كلاوديو أوليفيرا، ستار ياسين، طالت على ستار ياسين إلى الخارج، رمي جانبي أو نعم رمية جانبية لمصلحة فريق دهوك. كرة كانت صعبة ما بينه وبين كلاوديو أوليفيرا اللاعب البرازيلي، تلعب رمية جانبية بالكعب من اكو حزير، وصلت لهيران، يحاول إيفاني لكن لم تقطع، وصلت لزاكري واحمد محمود، مررها لمرتضى ديب الى دلاور، دوكاني الى ستيفن بافور، لكن محمد سعيد هذه المره موجود في التغطيه. ستيفن بافور يطالب بالخطا بعد الكره المشتركه مع البرازيلي موسيس لوكاس. مهند قاسم قريب كان من الحاله.
احمد بشار يلعب الكره العاليه في المنتصف، ايفان بالراس وصلت لاوليفيرا، اوليفيرا من امام ابو بكر، اوليفيرا يحاول، وصلت لاحمد محمود، احمد محمود يلعب لستيفن بافور لكن اقرب محمد سعيد. احمد سعيد يلعب الكره الاماميه الى الخارج، رميه جانبيه، رميه جانبيه لمصلحه فريق نوروز. دقيقه اخيره من الوقت الاصلي للشوط الاول. كم سوف يضيف مهند قاسم؟ ايفاني الى مرتضى، الى ايفاني من جديد، لامين ساماتيه، ساماتيه الى احمد محمود الياباني، ساماتيه ياخذ وقته بالكامل ساماتيه قبل لعب الكره، لعبها اوليفيرا، مرتضى، ايفاني يشاهد التمريرات، وصلت الان لمرتضى من جديد، مرتضى يلعب الكره العرضيه لمن؟ لابو بكر، ابعاد بالراس، اوليفيرا ايضا الكرات الراسيه من الفريقين، وصلت في الاخير الى زاكري لكن دلاور موجود وقطع الكره، وهناك خطا لمصلحه محمد دوكاني. الوضع على الصوره 3 دقائق، 3 دقائق كوقت محتسب بدء عن الضائع. مهند قاسم يضيف 3 دقائق. الكرة الآن إيفاني إلى ديار ياخي، لمن ساماتيه، ساماتيه لستار ياسين، تخلص من عثمان الثاني ستار ياسين، ما زال يحتفظ بالكرة ستار، تمرير كلاوديو أوليفيرا، أوليفيرا مرة الكرة لمن؟ مرتضى هديب، مرتضى هديب يلعب الكرة العالية، ستار ياسين متقدم لكن قطعت من أبو بكر عثمان، سانيه يلعبها إلى من؟ إلى هيران أحمد صاحب الهدف الوحيد، مرر تمرير خاطئ ستيفن بافور، يحاول المرور من أمام روبن أكوا لكن فارق القوة للغاني من أمام اللاعب ستيفن بافور. يحاول الآن هنا تمريرة أبو بكر، لامين ساماتيه أقرب من اللواتي، يلعب للديار ياخي. الدقيقة الأولى مرت من الوقت المحتسب بدء عن الضائع، متبقي دقيقتين. مرتضى هديب يلعبها لايفاني، يحاول فريق هوك الان الدفاع من اجل الحفاظ على التقدم. مرتضى هديب ايضا يلعب الكره العرضيه، مروان حسين الى اوليفيرا لكن قطعت من ابو بكر عثمان، ابو بكر عثمان تمريره قاطع، نعم مقطوعه الى ايفاني الى اوليفيرا، يا الله تصويبه من كلاوديو، حاول ان يضعها في الزاويه الصعبه للحارس لكن احمد بشار بتركيز عالي ومتابعه للكره ومسك الكره. كره اوليفيرا احتاجت الى قوه اكثر من اوليفيرا لكن محاوله جيده. الدقيقه الاخيره الان من الوقت المحتسب بدل عن الضائع، تقدم فريق دهوك عن طريق اللاعب هيران احمد في الدقيقه 35. هل ينجح نوروز في الثواني المتبقيه أن يعدل النتيجة أم يبقى دهوك محافظا على التقدم؟ إيفاني مع الكرة، إيفاني تمريرة لأوليفيرا لكن محمد سعيد قطع الكرة، وصلت الآن لمرتضى ديب دلاور ستيفن بافور يحاول المرور داخل منطقة الجزاء، بافور مر من الأول والثاني ولا دلاور تصويبة واصطدت وذهبت إلى الخارج، ركلة ركنية لمصلحة فريق نوروز. هذا هو دلاور دائما ما يتقدم للأمام، دائما ما يشكل إضافة على المستوى الهجومي. تهيئة الكرة من بافور ودوكاني صوب وتصويب تصدت وذهبت الخارج، ركنية الآن. الكرة الأخيرة في الشوط الأول، هل ينجح نوروز من التعادل أم دهوك يبقى متقدم؟ تلعب الركنية، مروان بالراس، ساماتيه يلعبها لديار ياخي لكن اللواتي في الواجبات الدفاعية أبعد كرة خطيرة جدا. ماذا هناك؟ ينهي مهند قاسم أحداث الشوط الأول بتقدم فريق دهوك على فريق نوروز بهدف هيران أحمد في الدقيقة 35. حابة المشاهدين استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا.
محمد خضير عيدها للخلف داخل منطقة الجزاء، الميناء يسجل الآن عن طريق المتوهج كرار جعفر، المتوهج كرار جعفر. الله 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 الله، يظهر الميناء في هذه اللحظات. السفانة 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 يطلق الأفراح على المدرجات لجماهير الميناء، لجماهير الميناء. وكرار جعفر نجم هذا الموسم مع الميناء، النجم الأول والأوحد لفريق الميناء. الله على كرار جعفر، كرار جعفر يسجل هدف جميل وهدف الرابع خلال هذا الموسم. كرار جعفر، لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ التمريرة من الأمير من الأمير من الأمير إلى كرار جعفر، من الأمير إلى كرار جعفر، لكرار جعفر وراسية كرار جعفر. كرار الأمير وكرار جعفر من صنع كرار الأمير، وكرار جعفر براسية يسجل الميناء هدف أول في هذه اللحظات في هذه المباراة. شاهدنا توقفات كثيرة خلال هذه المباراة خطيرة، وهدف تعادل، هدف تعادل لكربلاء. عادوا كربلاء يسجل التعادل الآن، وصلاح حسن هو من يعيد كربلاء إلى نقطة البداية. إذا كربلاء يدرك التعادل في هذه اللحظات بعد 3 دقائق. فريق كربلاء يعيد المباراة إلى نقطة البداية. لاحظ الإعادة والتمريرة داخل منطقة الجزاء، يسجل من خلالها صلاح حسن. لاحظ الإعادة، هدف التعادل عبد العباس، هذا عبد العباس أياد هو اللي سجل، عبد العباس أياد هو اللي سجل، عبد العباس أياد يسجل هدف التعادل. المدافع لفريق نادي كربلاء عبد العباس أياد يعلن عن تعادل لفريق نادي كربلاء في مرمى الميناء. حرة مباشرة في وسط الملعب تصل إلى البرازيلي إليو مونتيرو الذي يرسل كرة عالية إلى الأمام، ومحمد قاسم والكرة المحاولة. الله! إليو مونتيرو كشف الخطوط الخلفية لدفاعات مؤمن سليمان، وهذه الكرة أين كان حارس المرمى؟ متى تتخذ القرار يا أحمد يا باسل؟ تباطأ مع المدافعين، لاحظ كرة عالية، حارس المرمى تأخر في القراءة، تفوق المهاجم، والكرة بغفلة من المدافعين، وضح محمد قاسم. هذا عائد لأن يكون بريقا لامعا في هجوم دورنا. الكنترول الرائع والرأس التي ساعدت في الهدف، سجل الهدف. لاحظ أي كنترول يا قاسم، والهدف يأتي الآن. الهداف وعاد بصبغته المعتادة ليسجل في مرمى القيثارة. هنا محاولة وكرة عند فهد اليوسف، نترك العصور وكرة عالية. الله! حضر المهند فحضر معه هدف التعادل. الهداف يسجل للشرطة، مهند علي يعيد القيثارة إلى التعادل. مر فهد، وصل فهد ولعب كرة عالية، ومهند علي تمكن من وضع الكرة في الشباك. لاحظ فهد اليوسف الكرة باليسرى عالية، ومهند حاضر موجود. الله 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 الله، مهند علي المعتاد على هذه الحالة يسجل الآن، وكأن مدافعي أربيل يراقبون مهند علي ليستمتعوا برأسياته ويراقبوه للاستمتاع لا للإيقاف. نعم كرة عالية، ومهند علي سيفهم الضارب يسجل الآن، يضع الكرة في الشباك والتعادل يا ميمي. الكرة عالية ومهند حاضر موجود، والكرة من تحت حارس المرمى. هي في مرماك يا جولي، لا تبحث عن شيء فأنت في حضرة مهند. نعم يطلب منهم السكوت. بسام في محاولة عند المواس، ينقل كرة على أمير صباح بالراس، ومحاولة وفرصة للثاني. الله 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 يا أبو علي يا أبو علي يا أبو علي، والهدف الثاني للقيثارة. تأتي الكرة الآن في المرمى، وحسين علي يسجل الكرة ويسجل الهدف الثاني، ويضع الشرطة في المقدمة. عادت الصدارة ولحن الإيقاع نحو المقدمة، تعزف في منطقة الشمال، تعزف في كردستان. هذه الألحان الجميلة الرائعة. لاحظ أمير صباح كروسينج أكثر من رائع، ولمسة من مهند ذهبت لمن؟ ذهبت لحسين علي، وحسين لا يكذب خبر، لا يكذب خبر أبدا.
أبدا أبدا، وضعها وركنها على يمين حارس المرمى. لاحظ أين سقط، أين ذهبت يا حسين يا علي يا جولي. وهذه المحاولة وهذه الكرة، هذه كرة غلط فيها حارس المرمى، والكرة التي وصلت باغتت الجميع. كرتين ساقطتين في منطقة الجزاء، هدفين للشرطة. لكن الغريب في الأمر الكرة ليست قوية، سقوط حارس المرمى بهذه الطريقة لا أعلم بماذا يفسر يا حسين يا علي يا جولي، وبماذا كنت تفكر أيضا. أنا أستغرب من هذا السقوط. لاحظ هنا الكرة لم تكن قوية وحارس المرمى سلم زمام الأمور. قراءة لم تكن صحيحة، وحسين علي يسجل. هنا كرة عالية تلعب، وحمزة الجمل أيضا، والمواس للثالث. الله 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 الله. البطل يريد الثالثة، البطل يريد الهاتريك من الدوري، وثلاثة مقابل واحد. الفرحة حاضرة، وحسني البديل يسجل، حسني البديل يسجل الهدف الثالث في هذه اللحظات. وغضب من جماهير أربيل على مساعد الحكم. هل هنالك تسلل؟ هل هنالك اوفسايد؟ الفار موجود والهدف شرعي ويدون إلى الآن. إذن علي حسني يسجل الهدف الثالث. 3 مقابل 1 الآن. شرطة بخطى ثابتة نحو الثالثة. وهنا المحاولة، لاحظ الكرة لعبت إلى محمود المواس. هل كان في موقع متسلل؟ لم يكن أبدا، أدام وكسر التسلل. وهذه كرة محمود لعبها، حسين علي تصدى وعلي حسني. يا داما باولو على الكرة الأخيرة، مرت من تحت الأقدام. لاحظ هنا الكرة، وأنا أشاكل على قراءات حارس المرمى الكرة. لاحظ هنا أداما كان يريد التصدي، لكن الكرة في المرمى، وأعتقد الهدف أكد. 3 مقابل 1 للشرطة الآن. القيثارة يعودون من أربيل ب3 نقاط والفارق 5. انذار شديد اللهجة للقوة الجوية على أن الشرطة قادر وقادم نحو الثالث. فرصة لهدف الله. يوم الأصدقاء، سجل محمد في فريق السابق، وزيدان يسجل في فريق السابق. النيران الصديقة ليست عكسية بل بفعل فاعل، وزيدان عبد الجبار يسجل الهدف الرابع للشرطة. رباعية رباعية رباعية، القيثارة يصرون على الرباعية. زيدان عبد الجبار، الله 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 يا حريف يا ولد، وهدف من أجمل أهداف الموسم. لاحظوا التسديدة القوية ومن أعلى حارس المرمى، والكرة الجميلة الرائعة، التسديدة المباشرة، والرابع الرابع 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 يا زيدان. والكرة صعبة على حسين علي جولي وعلى أي حارس في العالم. وهذه كرة إلى المرمى، إلى المرمى، والرابع وبالأربعة. الشرطة ما أجمل ما أروع، والهدف يأتي الآن الرابع لتأكيد الانتصار. الأجواء المتوترة، كرة إلى محمد قاسم. محمد قد يمر من أحمد باسل، والكرة والمحاولة، والرابع مقابل 2. ثاني لأربيل يأتي الآن. الرابع للشرطة كان حاضر، لكن الثاني لأربيل، وهدف تقليص الفارق يدون، ومحمد قاسم نصيف ينجح في تقليص الفارق. 4 مقابل 2. مرور أكثر من رائع، وكرة في العمق المكشوف. نعم، للمرة الثانية يفعلها بدفاعات الشرطة محمد قاسم نصيف، ويسجل الهدف الثاني له في المباراة ولفريقه أربيل. وأعتقد هنا الهدف شرعي. الحكم لم يرفع الرأي المساعد في انتظار الفار أيضا، ومحمد قاسم يسجل الهدف الثاني. 4 مقابل 2 الآن. وكيف هو القرار؟ يترك لحكم الفار مرور كالرائع، وهدف يسجل في مرمى الشرطة. لاحظ محمد قاسم اعتمدوا على الراية. وهنا الصافرة من السيد أحمد كاظم في هذه اللحظات. أيها الأحبة أيها المتابعين، تنهي أحداث هذه المباراة. الشرطة يصل إلى النقطة 54. مرتضى عادل إلى محمود. مرتضى من جديد، تحويلة، كرة خطيرة بالراس، جول. كرار
سالم يخطف كرة رأسية من موقف صعب ويحرز أول أهداف المباراة في الدقيقة 29 من عمر المباراة. رقم 25 للحدود بالدقيقة 29 هدف المباراة الأول، و25 هدف 8 لاعبين يسجلوها هذا الموسم لنادي الحدود. وهدف التقدم، شوف كرة حلوة من محمود إلى مرتضى، لعبها أو من بين المدافعين انطلق ولعب كرة رأسية من أمام جوزيف إكمودي وأحرز أول أهداف المباراة. واحد الحدود لا شيء النفط، الحسنة الوحيدة بالمباراة هو أن يكون هدف فيها. عالية ملعوبة الكرة، جول! ندفرك أودو، ندفرك أودو، ندفرك أودو، ندفرك أودو يدرك التعادل بالدقيقة 54 من عمر المباراة. ندفرك أودو بالدقيقة 54 من عمر المباراة بكرة رأسية اجتازت الحارس وسام محمد، وهو الهدف هدف التعادل لنادي النفط. شوف الكرة رأسية وندفرك أودو يحرز هدف التعادل لنادي النفط بالدقيقة 54. قدم أوكيكي، قدم ويسجل الهدف الثاني. هدف التقدم للنفط عن طريق اللاعب أوكيكي بالدقيقة 70، وأوكيكي يسجل الهدف الثالث عشر بالدقيقة 70. أوكيكي يحرز هدف التقدم لنادي النفط ويسجل هدفه الثالث عشر، ومن ركلة جزاء هي الركلة رقم 89 في دورينا وال67 اللي تسجل، وأيضا هي ركلة الجزاء الثالثة اللي يمنحها الحكام لنادي النفط. اثنين امام الحدود وواحده امام الكهرباء، ويسجل اثنين ويخطأ في واحده نادي النفط. هدف التعادل من ركله جزاء يسجل اوكيكي، وهذه الرقصه الافريقيه صحبه كرار علاء. هذا كريم دلي وتلعب الكره للامام، وهذه بالراس ياتي الابعاد تتخلص، ربما هدف، جول يا عباس. عباس جاسم يسجل الهدف الاول بالمباراه من عباس جاسم لنفط الوسط لعندليب الفرات، يفتتحون التسجيل هنا بملعب توك. شاهد هذه الكرة التي مرت هنا طويلة وتهيأت بالراس وعادت لعباس. نعم يا ناس يا ناس يا ناس، وضعها بسقف المرمى عباس، جميلة من سبستيان، والكرة بالراس. هناك بعد ما وصلت من سامر محسن، هي الكرة الماضية وسبستيان من مرر تلك الكرة لسامر، وهي سامر لعباس جاسم ليضيف أول أهداف اللقاء. يأتي الهدف الأول بالمباراة لنادي عندليب الفرات. التقدم لنادي نفط الوسط، يفتتحون التسجيل بهذه اللحظات. نعم الهدف الأول للمباراة. نفط الوسط الحفاظ على نتيجة المباراة، لابد أن يقود المباراة بهدف ثاني. هنا العرضية، هنا الرأسية، هنا الجول، هنا الجول، هنا الجول، جول. نعم يأتي الهدف، فعلها عماد يسجل، العمدة يسجل ويعدل. ذكرتها لابد أن يأتي التعادل، وهنا يعدل نتيجة المباراة. عماد بن سمير يعدل نتيجة اللقاء. هذه العرضية الجميلة من الأسمراني ورأسية عمدة تضع الكرة بالمرمى من عماد. شاهد تمريرة عثمان ساني لعماد بن سمير التي يسكنها الشباك، وأضاف هدف التعادل
لنادي دهوك قبل صافرة النهاية لأحداث الشوط الأول. يأتي هدف التعادل بالمباراة. نوروز في مباراة الأسبوع 28، المباراة الختامية اليوم الثاني من هذا الأسبوع، بانتظار لقاء القوة جو النجف والطلبة والزوراء في ختام هذا الأسبوع، أسبوع 28. تركنا الشوط الأول بتقدم فريق دهوك على نوروز بهدف اللاعب هيران أحمد في الدقيقة 35. الآن الشوط الثاني، هل يستطيع دهوك أن يحافظ على تقدمه، أن يحقق انتصار آخر في ملعبه وميدانه؟ لكن هو آخر 3 مباريات لم يستطيع أن يفوز، 3 تعادلات، بينما فريق نوروز الذي طبعا آخر 4 مباريات لم يخسر، فاز في 2 على الميناء والقاسم، وتعادل في 2 مع نفط البصرة والشرطة. تعادل مع الشرطة هنا في العاصمة الحبيبة بغداد. المباراة كانت مثيرة جدا، انتهت ب4 أهداف مقابل 4. طبعا لا وجود ل طبعا اي تغييرات في فترة الاستراحة. هذا مجتمع محمد حارس مرمى نوروز الذي يلعب اليوم كحارس اساسي، محمد دلاور، ديار ياخي، لامين ساماتيه، ستار ياسين، احمد محمود، مرتضى هديب، ايفان، ستيفن بافور، كلاوديو اوليفيرا، مروان حسين. هذه تشكيلة فريق نوروز. وما تشكيلة فريق دهوك: احمد بشار في راس المرمى، ابو بكر عثمان، محمد معن، موسيس لوكاس، محمد سعيد، اكو حزير، يانيك زاكري، روبن اكوا، وهيران احمد، وعثمان ساني، والمهاجم عماد اللواتي. بانتظار صافرة الحكم مهند قاسم. لماذا تأخرت؟ هل هناك خلل ما؟ لا نعرف لماذا تأخرت صافرة هذا الحكم المتميز، حكمنا الدولي. جانب من الحضور الجماهيري الذي يزين مدرجات ملعب دهوك. تعرض طبعا للإيقاف بسبب بسبب النفر الضال من طبعا جمهور دهوك في مباراة القوة الجوية. مهند قاسم يضبط ساعته لبداية الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني، دهوك هدف، نوروز لا شيء. يحاول الآن دهوك تمريرة طويلة، اللواتي بالراس، يحاول هيران أحمد، صعب الهدف الوحيد لكن قطعت من إيفاني. تلعب المرتضى هديب، مرتضى إلى دلاور، تمريرة باتجاه مروان حسين. هل يسيطر على الكرة أمام اللاعب لوكاس؟ لكن قطعت من مرتضى هديب إلى الخارج. رمي جانبية، محمد سعيد لعب رمي جانبية للواتي. اللواتي حاول المرور، اللواتي لكن قطعت الكرة، عادت للواتي من جديد. لا وجود للخطأ، الحكم قريب زاكري، لكن قطعت من محمد سعيد إلى الخارج. رمي جانبية لمصلحة فريق نوروز. يحاول فريق دهوك في بداية الشوط الثاني أن يضغط على فريق نوروز. أحمد محمود لستار ياسين، ستار لبافور، لكن قطعت الكرة. عادت من جديد لمصلحة فريق نوروز. ساماتيه، إيفاني بالخطأ إلى روبن أكوا، هيران، عثمان سانيه، روبن، تمريرات لدهوك. اكو حزير تخلص بصورة جميلة من مرتضى. اكو يحاول التقدم، قريب عليه ايفاني. اكو ما زال يحتفظ بالكرة. تمريرة اكو وصلت لمحمد سعيد. محمد سعيد يلعب الكرة العرضية، هنا الرأسية والابعاد من ديار ياخي. لا وجود لشيء، الحكم قريب ويطلب استمرار واستئناف اللعب. هنا تمريرة بافور يحاول المرور، وصلت لستار ياسين. ستار ياسين، ستيفن بافور سريع جدا، الكرة لم تخرج، ما زالت يحاول المرور لكن قطعت الكرة. عادت لعثمان ساني، عادت لدهوك، هجوم لمصعد دهوك، سرعة ساني انطلق لكن ساماتيه
اسامتين وتغطيه دفاعيه وذهبت الى الخارج ركله مرمى، لكن اي سرعه لدى عثمان سانيه. تلعب ركله المرمى، سامتين يلعب الكره العاليه باتجاه مروان حسين، مروان يسيطر على الكره لكن قطعت محمد معان، عادت لايفاني باتجاه ستيفن بافور، احمد بشار وعثمان ابو بكر عثمان، تترك الكره الى الخارج ركله مرمى. ركله مرمى لمصلحه فريق دهوك. لغايه الان النتيجه نفس نتيجه المباراة الذهاب التي كانت هناك في ملعب السليمانية. برز من ستار ياسين، ستيفن بافور، قطعت الكرة من أبو بكر عثمان إلى الخارج، رمية جانبية. رمية جانبية من أبو بكر عثمان. شاهد هنا وديار ياخي ومطالبة لاعبي فريق دهوك بوجود لمسة يد. لا وجود لمسة يد، لا، كرة بالكتف. جماهير دهوك تعمل جو جميل في ملعب هذا اللقاء. السلامة ليانيك زاكري الإيفواري، اشترك مع محمد دوكاني. شاهدون اللقطة والإعادة ما بين دوكاني ويانيك زاكري. شاهد اللقطة محمد دلاور يعتذر بروح رياضية لكن تلقى بطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء على محمد دلاور على دوكاني. خلاص ينهض بالسلامة. جماهير دهوك تغازر وتشجع فريقها، جماهير عاشقة محبة لشعر نادي دهوك الذي سبق وأن فاز بالدوري العراقي موسم 2009-2010 وموسم 2011-2012 كان في المركز الثاني، 12-13 مركز خامس، 13-14 مركز سابع، 14-15 أيضا مركز سابع. هبط في موسم 15-16 وعاد من جديد إلى الدوري العراقي موسم 22-23 والذي كان في المركز التاسع. يحاولان هيران أحمد مع الكرة، يلعبها لزاكري لكن ديار يا أخي أبعد الكرة من أمام زاكري إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة فريق دهوك. 5 دقائق أولى مرت من الشوط الثاني ودهوك يحافظ على تقدمها الذي طبعا سجل الهدف في الشوط الأول الدقيقة 35. رمية جانبية أخرى لمصلحة فريق دهوك، لمصلحة محمد سعيد مدافع اليسار. محمد سعيد عماد اللواتي، عماد اللواتي حول المرور. ماذا هناك؟ ركلة مرمى، ركلة مرمى، كرة مشتركة كانت ما بين اللواتي وديار يا أخي ومهند قاسم. يقول ركلة مرمى. شاهد هنا الإعادة، الاحتكاك والمسك على الطرفين، نعم على اللواتي وديار يا أخي، وبالتالي نعم لا وجود ركلة جزاء. كرة مشتركة طبيعية ما بين اللواتي وياخي. تلعب الكرة من مجتبى، عالية من مجتبى، بالرأس من روبن أكوا، رأسية ثانية من روبن أكوا، زاكري إلى أكوا، 1-2 أكوا يتقدم، مرر إلى عثمان ساني لكن ستار ياسين قطع الكرة قبل الوصول لعثمان ساني لكن خطأ على عثمان ساني لمصلحة ستار ياسين. إيفاني إلى ستيفن بافور، بافور إلى إيفاني من جديد، ستار ياسين، أحمد محمود، ستيفن بافور تخلص من أكو حزير، مرر الكرة لدلاور، دلاور المتقدم إلى الأمام لم يستطع السيطرة على الكرة. أحمد محمود يحاول قطع الكرة
لكن قطعت من ستار ياسين. ستار ياسين تمرير مروان حسين بالراس من زاكري الى محمد سعيد، يضغط مروان، محمد سعيد يضطر لعب الكره العاليه وديار يا اخي بالراس للحارس مجتبى محمد. مجتبى سماتي الى ديار يا اخي. نزار محروس هل يتدخل في الدقائق القادمه؟ هل يبدأ بالتغييرات؟ اعتقد يعني اول تبديل سوف يكون محمد سامي. نعم محمد سامي من لاعبين نادي نوروز، لاعب مهم جدا على مستوى صناعة الالعاب. ديار يا اخي يلعب الكرة العالية باتجاه اوليفيرا، لكن قطعت محمد سعيد، عادت لدلاور. دوكاني لم يستطع السيطرة على الكرة. روبن اكوا الى لوكاس موسيز الى محمد سعيد، تخلص بصورة جميلة. ما زال يحتفظ بالكرة محمد سعيد، مرر الى اللواتي. اللواتي الى روبن اكوا. روبن اكوا الى هيران الى اللواتي. اعطى مبدأ الفائدة مهند قاسم. كان هناك خطأ لمصلحة محمد سعيد لكن اشار باستمرار اللعب. عثمان ساني مصلحة فريق دهوك الذي يشكل افضلية في الدقائق الاولى من الشوط الثاني. هيران الى روبن اكوا. نعم استحواذ على الكرة. اكو حزير. اكو والكرة الى الخارج بسبب اصابة اللاعب محمد سعيد. الكرة كانت مشتركة ما بين محمد سعيد ومرتضى هديب، والكرة في الاخير نعم ينهض بالسلامة محمد سعيد مدافع يسار فريق دهوك. عادت لمصلحة فريق دهوك. أحمد بشار، مهند قاسم يشير لأحمد بشار بلعب الكرة سريعا. إيفاني بالرأس وأيضا إلى الخارج. إلى الخارج رمية جانبية لمصلحة فريق دهوك. هذا هو إيفاني لاعب نادي نوروز، اللاعب النيجيري. تلعب رمية جانبية. اللواتي لم يسيطر على الكرة، ذهبت الى الخارج. رمية جانبية كثيرة هي الرميات الجانبية في العشر دقائق الاولى من الشوط الثاني. 55 دقيقة حبة المشاهدين، ودهوك يحافظ على تقدمه منذ الشوط الاول، منذ الدقيقة 35 بهدف اللاعب هيران احمد. كرة الان كلاوديو اوليفيرا، انطلق اوليفيرا لكن قطعت من محمد معا، وهناك خطأ لاوليفيرا، خطأ لكلاوديو اوليفيرا مارادونا المهاجم البرازيلي. وواثق مدلل هو من اشار بالخطأ لمهند قاسم بعد الكرة المشتركة ما بين موسيز البرازيلي الاخر، برازيلي لقطة ما بين اللاعبان البرازيليان. محمد دلاور على لعب الخطأ. دلاور المتخصص في الكرات الثابتة بغياب محمد سامي. محمد دلاور على لعب الكرة، تحصل على العديد من الكرات الثابتة فريق نوروز في الشوط الأول، والإبعاد من يانيك زاكري. دولاور طالت على دلاور، البحث على الهجوم المرتد. كرة الآن لدى هيران أحمد، يلعبها لزاكري. زاكري مع الكرة، غريب عليه إيفاني. مرتضى هديب يأتي، عودة لهيران. هيران إلى اللواتي لهيران، وهنا المحاولة تصويب من روبناك ولكن ضغط من إيفاني. قطعت الكرة، البحث عن الهجوم المرتد، وصلت كلاوديو أوليفيرا لستيفن بافور. انطلق ستار ياسين من جهة اليسار، بافور صوب لكن كرة بعيدة جدا إلى الخارج، ركلة مرمى. ستار ياسين كان على جهة اليسار، كان من الممكن. نعم هذا هو ستار ياسين، لكن ستيفن بافور فضل التصويب على التمرير وكرته ذهبت إلى الخارج، ركلة مرمى. بالسلامة للاعب إيفاني اللاعب النيجيري اللي تعرض إلى إصابة. نشاهد التغييرات الآن. نادي دهوك الذي
بدأ الموسم بالكابتن سليمان رمضان من بداية الدوري لغاية الأسبوع التاسع، ثم حيدر صباح من الأسبوع التاسع لغاية 11، وبعدها استلم أحمد خلف من الأسبوع رقم 12 لغاية الآن أحمد خلف على رأس الجهاز الفني لفريق دهوك. فريق دهوك الذي لعب في ملعبه 13 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وخسارة واحدة كانت مع الطلبة بهدف مقابل 3. سجل 14 هدف دهوك من مجموع 26 هدف، واستقبل 8 أهداف من مجموع 22 هدف. نعم، هو في ملعبه قوي جدا أكيد بحضور هذه الجماهير، جماهير من مختلف الأعمار والأجناس، أطفال، شباب، كبار، نعم، متواجدين هنا في ملعب دهوك من أجل المؤازرة والتشجيع. والكادر الطبي يعطي الإشارة الأوكي لنزار محروس بأن اللاعب بخير ويستطيع إكمال اللقاء. تلعب الآن الكرة لمصلحة فريق دهوك، تلعب ركلة المرمى، كرة طويلة من محمد معن. ستار ياسين أقرب للكرة، وأيضا إبعاد وتشتيت بعد ضغط من عثمان ساني. عادت لمصلحة دهوك، عادت لأكو حزير، أكو إلى زاكري، وروبن إلى زاكري. تمريرات لمصلحة فريق دهوك، الاحتفاظ بالكرة والاستحواذ. شاهد التمريرات الآن زاكري إلى محمد سعيد، محمد سعيد مع الكرة، مرر تمريرة جميلة إلى هيران أحمد، يحاول التخلص لكن قطعت من ديار ياخي. وصلت الآن لكلاوديو أوليفيرا، مارادونا، الكرة لم تخرج، عادت لمرتضى هديب وصوب الكرة أو لعب الكرة بقوة واصطدت بزاكري وإلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية الآن لمصلحة فريق نوروز. محمد دوكاني يلعبها لمرتضى، لدوكاني من جديد، دوكاني قريب عليه زاكري، زاكري قطع الكرة، وصلت اللواتي، عماد اللواتي يحاول التونسي لكن قطعت. عاد سريعا دلاور وقطع الكرة. روبن أكوا يحاول المرور لكن إيفاني إلى ستار ياسين. ساني يتعثر لكن دهوك لم يتعثر، متقدم. ساني يحاول التقدم مع ستار ياسين. مباراة داخل مباراة ما بين هذا الثنائي وستار ياسين. أبعد الكرة إلى الخارج. ركلة ركنية، نعم ركنية لمصلحة فريق دهوك. هناك من الجهة البعيدة توجيهات مجتبى محمد. 60 دقيقة مرت أحبة المشاهدين، ساعة من اللعب. دهوك يتقدم منذ الدقيقة 35 بتوقيع هيران أحمد. والآن ركنية، محمد سعيد يذهب على تنفيذ الركنية، ومهند قاسم يطلب من محمد سعيد لعب الكرة سريعا. محمد سعيد أكيد يحاول استهلاك الوقت. محمد سعيد يلعب الركنية على القوام الأول. كاد زاكري أن يخطف هدف ثاني بعد كرة لعبها برأس خلفية من أمام ديار ياخي، والحارس مجتبى محمد الذي وصل متأخرا للكرة. من حسن حظك يا مجتبى، الكرة ذهبت من فوق العارضة ليونيك زاكري ليفواني الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني. تلعب الكرة، قطعت محمد معا إلى زاكري يلعبها لأكو، يضغط كلاوديو أوليفيرا. أكو يلعب الكرة العالية، بافور بالرأس هو أبو بكر. وصلت ستار ياسين لمرتضى هديب، مرتضى إلى محمد دلاور تقدم، لعب كلاوديو أوليفيرا يلعب الكرة العارضة بالعارضة وذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى. شاهد هنا الإعادة، هل لمست محمد سعيد. شاهد بالعارضة كاد أوليفيرا أن يسجل هدف بهذا. نعم، أولى التغييرات هو محمد سامي مثل ما ذكرت، لاعب يحتاج الفريق، يعني أعتقد تأخر نوعا ما
المدرب نزار محروس بإدخال اللاعب محمد سامي بديلا لستيفن بافور. محمد سامي الذي يمتلك 5 أهداف و6 أهداف هو صانعها، لديه 6 أسيست. هذا محمد سامي و5 أهداف. لاعب مهم جدا، لاعب مهم جدا على مستوى صناعة اللعب. هنا الآن محمد سامي حاول المرور لكن قطعت الكرة من أكو حزير، وصلت لروبن أكوا إلى عثمان ساني إلى الخلف. محمد معن لوكاس موسيز يلعبها لزاكري محمد سعيد. يحاول الآن فريق دهوك. هل هناك هدف ثاني في هذا اللقاء، سواء التعادل لنوروز أم هدف ثاني، هدف التقدم الثاني لدهوك؟ صعبة المباراة، لكن هناك محاولات مستمرة من قبل الفريقين. محمد سامي يلعب الكرة، محمد سامي إلى كلاوديو أوليفيرا انطلق، تقدم أوليفيرا يلعب الكرة العرضية لكن لا وجود المتابعة. أقرب لأبو بكر عثمان، مرر لساني عثمان ساني. شاهد فريق دهوك يحاول أن يهدئ المباراة، لا يريد زيادة في الرتم، لا يريد السرعة والاستعجال بلعب الكرات. يانك زاكري إلى اللواتي إلى محمد سعيد للواتي، راجع للخلف لاستلام الكرات، وصلت لآكو للواتي، عماد اللواتي، لكن قطعت من دلاو. إيفاني لم يسيطر على الكرة، وخطأ لمصلحة آكو حزير على النيجيري. إيفاني خطأ لمصلحة فريق دهوك. الإعادة والخطأ على اللاعب إيفاني. نوروز خاض خارج ملعبه 13 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 3. سجل 26 هدف واستقبل 14 هدف، يعني من مجموع 44 هدف هو سجل 26 هدف خارج ملعبه. نتائجه أفضل من داخل ملعبه. تكلم عن نوروز، لكن هو الآن خارج ملعبه متأخر بالنتيجة. تلعب من هيران أحمد وكرة خطيرة، يا الله على هيران أحمد، كاد أن يصطاد مجتبى محمد. كرة خطيرة كانت من هيران، لعبها في زاوية صعبة، لكن مجتبى نوع من الارتباك على هذا الحارس مجتبى. كرة خطيرة كانت من دهوك، لكن مجتبى محمد في اللحظة الأخيرة أبعدها لركنية الآن لمصلحة فريق دهوك. محمد سعيد على تنفيذ الركلة الركنية. محمد سعيد، هل ينجح دهوك أن يسجل الآن عن طريق الكرات الثابتة؟ رأسية مروان حسين العادل الخلف، إبعاد من إيفاني أو لامين سمته والإبعاد إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة فريق نوروز. أحمد خلف، يعني شاهد هناك يعني بطانيات في دكة بدلاء فريق دهوك. هل الجو بارد هناك في دهوك؟ أنا أعرف هناك بعض الأمطار هطلت في هذه المحافظة الجميلة، والله نتمنى هذا البرد يأتي إلى بغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. نعم أكيد الآن دخلنا في موسم الصيف وبدأت درجات الحرارة ترتفع شيئا فشيئا. كرة الآن، ونتمنى من مخرج اللقاء أن يذهب بنا إلى دكة بدلاء فريق دهوك ونعرف هل هذه بطانيات لأجل طبعا يعني هل هناك هكذا برد قاسي ووجود بطانية. على العموم تلعب الكرة من محمد دلاور، يحاول دلاور أمام روبن أكوا، لكن قطعت الكرة من البرازيلي لوكاس. عادت مصلحة فريق نوروز. إيفان يستطيع الكرة بصورة جميلة، يلعب لستار ياسين مع الكرة. نوروز الذي يحاول ويبحث عن هدف التعديل. محمد سامي، انطلق محمد سامي، مر محمد سامي، لكن قطعت الكرة.
قطعت الكرة، احتفظ بالكرة كثيرا محمد سامي. عادت الآن يانيك زاكري، زاكري مع الكرة، زاكري يحاول الاحتفاظ بالكرة لكن ضغط عالي. عادت لدهوك لآكو، آكو حزير لروبن أكوا. تغيير اللعب من اليسار إلى اليمين. أبو بكر عثمان إلى زاكري لكن لم تصل، أو إلى روبن أكوا لم تصل، لكن قطعت الكرة. عادت لدهوك. عثمان ساني، كثيرة هي الكرات الخاطئة من لاعبي فريق نوروز في الشوط الثاني. ساني إلى هيران، هيران أحمد اللاعب الخطير، هيران يبحث عن تصويب لكن تسديدته إلى الخارج، ركلة مرمى. أخطر لاعب في فريق دهوك في مباراة اليوم، سجل هدف وأخطر مرمى نوروز بهدف. طبعا كادت الكرة أن تأتي هدف ثاني لولا متابعة مجتبى محمد. محمد سامي مع الكرة، محمد سامي مرة لستار ياسين، ستار ياسين إلى محمد سامي، يحاول محمد سامي، تحصل على خطأ، تحصل على خطأ محمد سامي. نعم لاعب مهاري، لاعب قصير ومهاري محمد سامي، تحصل على خطأ من أمام روبن أكوا. خطأ الآن لمصلحة فريق نوروز. هل ينجح نوروز؟ نوروز لم يستطيع التسجيل في 5 مباريات من مجموع 26 مباراة، كون لديه مباراة مؤجلة أمام الطلبة هنا في بغداد. 5 مباريات لم يستطيع التسجيل فيها، 2 كانت خارج ملعبه. الآن خطأ لمصلحة فريق نوروز، لمصلحة أبناء السليمانية. محمد سامي بعد ما دخل هو على الكرات الثابتة يلعبها محمد سامي. دولار دوكاني كاد أن يسجل هدف التعادل، لا وجود للتسلل. دولار كاد أن يسجل هدف التعادل. محمد دوكاني، شاهد رأسية دوكاني التي مرت من جانب القائم الأيسر. دوكاني المدافع الذي دائما ما يتقدم إلى الأمام، يبحث عن تسجيل الأهداف، يبحث عن صناعة الأهداف. نعم وسجل هدف واحد لكن لديه 4 أسيست، 4 طبعا 4 أهداف تم صنعها بتمريرات دوكاني، بتمريرات مدافع اليمين. الدقيقة 70 شارفت على الانتهاء، أحبت المشاهدين وما زال دوك يتقدم بهدف مقابل لا شيء. الأسبوع 28 الآن تغيير لدى فريق نوروز. موسى عدنان المهاجم، هل يدخل الآن موسى عدنان؟ محمد دلاور يلعب لمحمد سامي، محمد سامي ما زال يحتفظ بالكرة. نعم مرة الكرة العرضية لكن بعد من البرازيلي موسيس لوكاس إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة فريق نوروز، تلعبها محمد دلاور، قطعت وابعاد من محمد سعيد. ستار ياسين يلعبها بالخطأ، لم تصل لأحمد محمود. قطعت الآن الكرة لمصلحة فريق دهوك. لوكاس وابعاد الكرة إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة فريق نوروز. ستار ياسين يلعب رمية جانبية لأحمد محمود. ستار ياسين، ستار ياسين إلى سامواتي، سامواتي مرة لستار ياسين إلى الحارس مجتبى. ضغط من لاعبي فريق دهوك، ضغط من أمام. ديار ياخي يلعبها باتجاه مروان حسين، سطر على الكرة مروان، لعبها لمحمد دلاور المتقدم. دلاور تقدم يلعب الكرة العرضية لكن محمد سعيد أو هذا البرازيلي لوكاس الذي يبعد الكرة إلى ركنية، وركنية الآن لمصلحة فريق نوروز. محمد دلاور محمد سامي، أي محمد سوف ينفذ على ما يبدو محمد دلاور، على ما يبدو محمد دلاور. هل هناك تبديل؟ هل تم إجراء التبديل أم يؤجل السوري نزار محروس؟ دلاور يلعب الكرة، ابعاد من زاكري. محمد سعيد ابعاد الكرة. ستار ياسين يلعب لها مين؟ ساماتي، ساماتي لايفاني، ايفاني لساماتي من جديد. شاهد الآن النيران موجودة في ملعب دهوك.
بدأوا الاحتفال مبكرا جماهير دهوك. هنا تصويبة من كلاوديو أوليفيرا لكن بعيدة جدا، بعيدة جدا من البرازيلي أوليفيرا الملقب بارادونا. بدأت احتفالات جماهير دهوك، هل لديها الثقة الكبيرة؟ الآن تبديلات لفريق نوروز. اللاعب البرازيلي وينجلتون ماتسو وأيضا أحمد محمود يخرج الآن، ودخول موسى عدنان. نعم موسى عدنان بديلا لمروان حسين. واللاعب البرازيلي وينجلتون ماتسو الآن يدخل البرازيلي لاعب مدافع، دخل بديل أحمد محمود. خروج المهاجم مروان حسين ويدخل بدلا عنه موسى عدنان. هل يأتي بالإضافة على المستوى الهجومي؟ اللواتي تمريرة جميلة لهيران أحمد مع الكرة. هيران يلعبها اللواتي من جديد لمصلحة فريق دهوك. محمد سعيد إلى هيران أحمد، هيران إلى محمد سعيد دخل منطقة الجزاء. محمد سعيد يحاول المرور، قريب عليه ديار يا أخي، يلعبها اللواتي يلعب الكرة لأكو حزير لروبن أكوا، محاولة الضغط، قطعت الكرة من موسى عدنان وهناك خطأ على روبن أكوا. خلاص اترك الكرة يا روبن أكوا، لماذا تحصل على بطاقة مجانية؟ محمد سامي مرر لأوليفيرا لكن قطعت من محمد سعيد. رمية جانبية تلعب سريعا لموسى عدنان امام محمد او هذا برازيلي لوكاس، والكرة ذهبت الى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة فريق دهوك. جماهير دهوك ما زالت تشجع وتؤازر فريق، اكيد فريق متقدم بهدف منذ الدقيقة 35. تلعب الكرة العالية من أحمد بشار، بالراس من إيفاني. وينجلتون يحاول، لا وجود للخطأ. محمد سامي تمريرة وينجلتون مع الكرة البرازيلي ماتسو، الكرة العالية أوليفيرا بالراس لكن قطعت محمد سعيد. أوليفيرا يلحق بالكرة ويتحصل على خطأ من أمام زاكري. لاعب ذكي جدا، شاهد كيف وضع جسمه أمام زاكري ليتحصل على خطأ ويطالب ببطاقة صفراء على زاكري. شاهد كيف وضع نفسه أمام زاكري. نعم أخذ الخطأ بطريقة ذكية جدا من أمام زاكري. محمد سامي على لعب الكرة، هل يتركها لماتسو البرازيلي أم يلعبها محمد سامي؟ يعني هذا ذكاء اللاعب. يعني إذا ما كان هذا الخطأ، إذا ما تم تسجيل الخطأ أكيد يحسب لكلاوديو أوليفيرا. إجزاءات بسيطة في كرة القدم. تلعب الكرة، ما زالت هنا، ماذا هناك؟ لاعبي نوروز يطالب بركلة الجزاء لكن مهند قاسم قريب. لعبت الكرة الآن عثمان ساني البحث عن الهجوم المرتد. ساني ينطلق، سباق سرعة مع ستار ياسين لكن ستار ياسين يحاول وقطع الكرة. هناك خطأ للستار ياسين ومهند قاسم يطلب الهدوء. نعم سوف نعود إلى الفار. لا داعي للكلام والنقاش والاعتراف. يعني خلاص قول لا تلعب الكرة يا الحارس مجتبى محمد. وهناك كلام حول الكرة الأخيرة المشتركة. لعب الكرة دلاور، هل لمس اليد؟ هل كان هناك لمس يد متعمد؟ هنا الإعادة. شاهد الكرة البرازيلي، هل لمست يده اليسرى؟ أمطار الخير تتساقط الآن هناك في دهوك في المحافظة الجميلة. محافظة جميلة جدا من محافظات شمالنا الحبيب، من محافظات كردستان الحبيبة. لديها فريقان يلعبان في الدوري العراقي، دوري النجوم العراقي للمحترفين، دوك وزاخو.
مهند قاسم ما زال يتكلم مع حكام الفار. إذا ما لمست الكرة يد البرازيلي لوكاس موسيز، وضع اليد كان غير طبيعي، لكن هل الكرة لمست اليد أم ماذا؟ زاكري يقول الكرة بالصدر. مهند قاسم ما زال يتكلم مع حكام الفار زيد ثامر ومصطفى عبد الكريم. طالب ركلة جزاء، طبعا في المباراة السابقة أيضا تم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق نوروز في الدقيقة 8 بعد 90، سجلها مروان حسين أيضا بعد العودة للفار. مهند قاسم هل يحتسب ركلة جزاء؟ محمد معا كلام زاكري لا داعي للنقاش، نعم لا داعي، خلاص يتأكد من الحالة. لماذا هذا النقاش والكلام مع حكم اللقاء؟ يعني مفترض اللاعبين يعني شاهد كيف يسيرون خلف مهند قاسم، يعني مهند قاسم أينما يذهب أينما شاهد اللاعبين خلفه، وفي الأخير لا وجود لركلة جزاء ويطلب بالاستئناف. نعم لا وجود لركلة جزاء. خطأ الآن لمصلحة فريق نوروز، يلعب الخطأ ديار يا أخي، يمر الكرة لكلاوديو أوليفيرا وصلت لمحمد سامي لكن روبناك وقطعها، عادت لدهوك إلى اللواتي وهناك خطأ على اللواتي، يلعب سريعا أيضا قطعت الكرة من فريق دهوك. كثيرة هي التمريرات الخاطئة لفريق نوروز. وصلت الآن اللواتي لهيران الخطير، يلعبها اللواتي لكن ساماتي قطع الكرة، لعبها لإيفاني إلى ديار يا أخي. محمد دلاور فريق نوروز يبحث عن الهجمة المنظمة، تمريرة لمحمد سامي أو هذا موسى عدنان، قطعت من موسى، عادت لأكو حزير الذي يقدم مباراة كبيرة في وسط الملعب. مرتضى هديب يطلب من اللاعبين اللعب بقوة أكثر من أجل تسجيل هدف التعادل. هنا الخطأ لمصلحة أكو حزير. جماهير دهوك تتفاعل، جماهير دهوك تبدأ بالصراخ، تبدأ بالصياح، تبدأ بالاحتفال، تبدأ طبعا أكيد جماهير دهوك هي عاشقة من اللواتي إلى هيران، لكن سامواتي انقض على الكرة. دلاور يلعب الكرة لكن خطأ لدلاور، نعم خطأ لمحمد دلاور، خطأ للاعب المدافع اليمين. أكيد حكم متميز مهند قاسم. يجب لعب الخطأ من المكان. لغاية الآن أحمد خلف لم يجري تغيير. هنا بطاقة صفراء على زاكي، بطاقة صفراء على اللاعب يانيك زاكي الفوالي. أولى البطاقات الصفراء لدهوك والبطاقة الصفراء الثانية في المباراة. مباراة نظيفة لا وجود في هذه الأحداث الكثيرة. نتكلم عن الأخطاء، عن التدخلات القوية. ستار ياسين يلعب الكرة، قطعت من محمد معا، عادت لعثمان ساني. مباراة داخل مباراة ما بين ستار ياسين وعثمان ساني. تلعب الكرة الآن للبرازيلي ماتسو يلعب الكرة العرضية لكن قطعت من روبناكوا الذي يلعب الكرة طويلة اتجاه اللواتي محطة يحاول استلام الكرة لكن ممتازة من إيفاني كيف انقض على الكرة من أمام اللواتي وقطع الكرة. وصلت إلى ديار يا أخي ديار يلعبها إلى سمتي لإيفاني لستار ياسين إلى وينجلتون إلى ستار ياسين يلعبها لمحمد سامي مع الكرة. محمد سامي حول المرور، مرر لكن تمريرة قصيرة قطعت، عادت لدهوك. البحث الآن على الهجمات المرتدة، دهوك بالدفاع ونوروز بالهجوم. دهوك يبحث عن هجمات مرتدة وبدأت الآن البطاقة الصفراء تخرج، وهذه المرة على إيفان النيجيري. البطاقة الصفراء الثانية على لاعبي فريق نوروز بعد الأولى على محمد دلاور، الآن الثانية على إيفاني وهناك بطاقة على فريق دهوك، وبالتالي 3 بطاقات صفراء في هذا اللقاء لغاية الآن. شاهد
شاهد الإعاقة ثاني منع هجمة واحدة، وبالتالي البطاقة الصفراء مستحقة. جمهور دهوك يؤازر ويشجع، صيحاته مستمرة. راسية اللواتي بعد من ستار ياسين، سامي إلى ستار ياسين يحاول المرور، لعبها لكلاوديو أوليفيرا مع الكرة. محمد دلاور انطلق، قطعت الكرة عادة وينجلتون، وهناك خطأ لمصلحة فريق دهوك. خطأ لمصلحة فريق دهوك. كرة الآن خطأ لمصلحة فريق دهوك، لمصلحة الصقور. تلعب محمد معا، عثمان ساني قطعها ستار ياسين لكن عادت لروبن أكبر. روبن يلعبها لمحمد سعيد. محمد سعيد تمرير اتجاه اللواتي لكن قطعت الكرة. أوليفيرا، روبن أكوا، تمريره والابعاد من محمد سعيد. الكرة العالية ساموتيه بالراس باتجاه ستار ياسين لكن عثمان ساني حاول يسيطر على الكرة. عادت الى دهوك، روبن اكوا حزير الى روبن اكوا، وعثمان ساني ساقط على ارضيه الملعب. ابعاد الكره للخارج من ابو بكر عثمان الى الخارج لاجل اسعاف اللاعب عثمان ساني. نقطه المشترك ما بين هديب وعثمان ساني. مشجعي دهوك الان يشجعون على الطريقه الايسلنديه. هنا الكره الخطيره، أوليفيرا تصويبه من كلاوديو لكن الى الخارج ركله مرمى. محمد معا ماذا تتكلم مع أوليفيرا؟ يعني لا داعي نعم، حركه زائده من محمد معا، لا داعي، حركه زائده من محمد معا. ماذا هناك؟ هل بسبب اللقطة الزائدة من محمد معا ووصلت الأمور لهذا الشيء؟ يعني محمد معا ذهبت إلى أوليفيرا، يعني لا داعي يا محمد معا، خلاص أوليفيرا لعب الكرة حتى لو تكلم بكلام، يعني الأمور تحدث في عالم كرة القدم، لا داعي أن تذهب لأوليفيرا. ماذا هناك؟ منى قاسم، هل هناك عقوبات إدارية؟ إيران أحمد ونقاش مع إيفاني. إيران أحمد القادم من نادي ثون السويسري المولود في ألمانيا. خطأ الآن لمصلحة عماد اللواتي. خطأ الآن لمصلحة فريق دهوك. 5 دقائق أخيرة أحبة المشاهدين من الوقت الأصلي. كم سوف يضيف مهند قاسم؟ أعتقد سوف يكون وقت طويل. توقفت المباراة في الشوط الثاني لأكثر من مرة، لأكثر من حالة. محمد سعيد يلعب الكرة العالية، اللواتي من أمام مجتبى، لكن مجتبى يمسك الكرة من أمام اللواتي. مجتبى يلعبها لديار يا أخي مع الكرة إلى إيفاني إلى محمد دلاور إلى موسى تخلص بصورة جميلة، يلعب الكرة العرضية لكن إبعاد للكرة من المدافع محمد معا إلى الخارج من محمد معا إلى ركلة ركنية الآن لمصلحة فريق نوروز. هل يأتي هدف التعادل عن طريق الكرات الثابتة بالنسبة لفريق نوروز؟ وينجلتون ماتسو على لعب الركلة الركنية، ماتسو يلعب الركنية، هنا الرأسية والإبعاد، ركنية أخرى. هناك خطأ. ماذا هناك؟ هل هناك خطأ؟ نعم، خطأ على فريق نوروز. محمد سعيد صنع هدف جميل لهيران أحمد. أحمد بشار
على لعب الكرة أحمد بشار، لعب الكرة العالية وصلت إلى اللواتي، لم يستطيع السيطرة على الكرة إلى الخارج. رمية جانبية مصلحة فريق نوروز. محمد دلاو الكرة المشتركة، تبديل، أولى تبديلات أحمد خلف. هارون أحمد، هارون أحمد بديلا لهيران أحمد صاحب الهدف الوحيد. هيران أحمد آزاد الذي يخرج الآن ويدخل البديل عنه هارون أحمد. أولى التغييرات أدت في الدقيقة 88. كرة خطيرة، إبعاد من الحارس أحمد بشار، عادت مصلحة فريق نوروز. محمد دلاور يحاول، محمد دلاور يلعبها محمد سامي، يلعب الكرة العرضية باتجاه هناك البرازيلي ماتسو إلى أوليفيرا، لكن إبعاد الكرة، إبعاد الكرة من قبل دفاعات فريق دهوك. عادت من جديد ستار ياسين، يحاول الآن فريق نوروز يضغط في الدقيقتين المتبقيتين من عمر 90 دقيقة من عمر من هذه المباراة. هنا إيفاني، لكن قطعت من زاكري، قطعت من زاكري. فريق دهوك، لاعبي دهوك الآن يدافعون عن مرماهم، يدافعون عن تقدمهم. شاهد مجتبى محمد مرتبك، نعم مرتبك نوعا ما. مجتبى محمد تلعب الكرة الآن إيفاني، إيفاني مع الكرة إلى محمد سامي، محمد سامي لا ويلجلتون يلعب الكرة الأمامية، أقرب للحارس أحمد بشار، أقرب للحارس أحمد بشار. لقطة من أحمد بشار يتفاعل معها جماهير دهوك، نعم تفاعلت جماهير دهوك بهذه اللقطة. أحمد بشار يلعب الكرة العالية، أحمد بشار باتجاه عثمان ساني، ساني إيفاني إلى ستار ياسين، إلى وينجلتون، إلى ستار ياسين، 1-2 قطعت، وهناك خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على عثمان ساني. نعم مباراة ما بين عثمان ساني وستار ياسين، بطاقة صفراء. بطاقة صفراء على عثمان ساني، نعم من قبل مهند قاسم. فريق نوروز آخر 4 مباريات لم يخسر، فاز ب2 وتعادل 2. هل تكون الخسارة الأولى بعد 4 مباريات؟ وفريق نوروز لم يخسر خارج أرضه منذ الأسبوع 18. منذ الأسبوع 18 خسر هناك أمام النجف بهدف نظيف، وبعدها لم يخسر خارج ملعبه، دائما ما يقدم نتائج جيدة هو خارج ملعبه. فاز 7 مباريات وتعادل في 3، يعني جمع 24 نقطة، 24 نقطة من مجموع 41 نقطة، يعني يجمع نقاط خارج ملعبه أكثر من ملعبه، عكس المواسم السابقة. نوروز الذي كان دائما في ملعبه قوي وقوي جدا، لكن في هذا الموسم خارج الملعب أفضل. محمد سامي أيضا بطاقة صفراء على محمد سامي. 6 دقائق كوقت محتسب بدل عن الضائع، احتسبها الحكم مهند قاسم. الآن الدقيقة الأولى مرت من هذا الوقت، وتبديل، تبديل على فريق دهوك. من سوف يدخل؟ اللاعب زيار كوفند، زيار كوفند بديلا لزاكري. كانت تبديلات أحمد خلف أجرى تبديل في الدقيقة 88، والآن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب عن الضائع يجري التغيير الثاني. الفواري إضافة لدى فريق دهوك، جماهير دهوك الجميع واقف على أعصابه. زيار كوفند يدخل الآن بديلا ليانغ زاكري. ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق دهوك، تلعب من أحمد بشار، كرة العالية من أحمد بشار، وصلت لزيار بالرأس. إيفاني لستار ياسين، ستار إلى ماتسو، ماتسو لمحمد سامي،
محمد سامي تمريره باتجاه موسى لكن اقرب لاحمد بشار، اقرب لاحمد بشار. احمد بشار يحاول الحفاظ على شباكه. احمد بشار يلعب الكره اماميه بالراس، ابعد من لوكاس. زيار وصلت لموسى، قطعت من فريق دهوك. زيار كوفنت الى اللوات 1-2 ما بين اللوات وزيار. يلعب الكره باتجاه من؟ اقرب لستار ياسين، اقرب لستار ياسين. ستار ياسين يحاول الانطلاق بالكره، يلعب لها ايفاني. ايفاني يمر لمرتضى هديب، مرتضى هديب لمحمد دلاور. دلاور الى ايفاني، وصلت لموسى عدنان لمحمد دلاور لمصلحه فريق نوروز. ايفاني يلعب الكره العرضيه باتجاه وينجلتون، راسي والابعاد. خطا واضح على ماتسو، خطا واضح على البرازيل وينجلتون بعد الكره المشتركه مع المدافع ابو بكر عثمان، وبالتالي خطا. الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدأ الضائع. دهوك سوف يصل الى النقطه 44، يبقى في نفس مركزه. نعم يبقى بنفس مركزه، المركز السادس. ايضا تبديل اخر، دهوك سوف يصل نقطه 44 بفارق نقطتين عن النجف المركز الخامس 46. طبعا الصداره للشرطه بعد الفوز على اماره بغداد، والوصافه القوه الجويه. القوه الجويه لديه مباراه مهمه امام النجف. تبديل الان، خروج اللواتي. اللواتي يخرج ويدخل اللاعب جبار كريم، المهاجم جبار كريم الذي لديه 4 أهداف. جبار كريم بديلا لعماد اللواتي. عثمان ساني يعاني من إصابة، ولاعبي نوروز يطالبون الحكم بإخراجه. أكيد كل هذا الوقت هو محتسب. فريق نوروز سوف يلعب مباراة القادمة أمام نفط الوسط هناك في ملعب السليمانية، بينما دهوك سوف يذهب برحلة طبعا يعني رحلة صعبة جدا ومليئة بالمخاطر. هناك في النجف الأشرف سوف يلعب مع النجف في ملعب النجف، صعب جدا. نجف يقدم مباريات كبيرة. عثمان ساني الآن تبديلين، جبار كريم بديلا للواتي، واللاعب ريباز رحيم بديلا لعثمان ساني. تبديلات من أحمد خلف. كم سوف يضيف فوق الوقت المحتسب الذي تم احتساب بدلا عن الضائع. الحكم مهند قاسم. خطأ الآن لمصلحة فريق دهوك. 6 دقائق شارفت على الانتهاء أحبة المشاهدين. دهوك يتقدم منذ الدقيقة 35 بتوقيع اللاعب هيران أحمد. رمي جانبي الآن لمصلحة فريق نوروز. لمن سماتي يلعب على ديار ياخي. ديار ياخي مع الكرة إلى محمد دلاور. دلاور يلعب الكرة العالية، وهنا الإبعاد. عادت لأوليفيرا، صوب أوليفيرا، كرة خطيرة مرت بجانب القائم الأيمن. كرة خطيرة كانت لدي كلاوديو أوليفيرا. ماذا هناك؟ ماذا احتسب؟ هل احتسب بطاقة صفراء لجبار كريم بعد اللقطة المشتركة مع محمد دلاور؟ نعم كانت هناك لقطة مشتركة ما بين جبار كريم ومحمد دلاور. هذا هو جبار، نعم تحصل على بطاقة صفراء. ركلة مرمى الآن، يلعب الركلة أحمد بشار. جماهير دهوك
تطالب باطلاق الصافره لاجل الاحتفال بعد العوده للمدرجات بعد عقوبه الايقاف لمباراتين. رمي جانبيه الان ابو بكر عثمان على لعب الرمي الجانبيه، يلعب ابو بكر، وصلت الى سماتي، سماتي لديار ياخي، ديار ياخي يلعب الكره العاليه، قطعت من اكو حزير، اكو حزير، وصلت لمن؟ وصلت لهارون، هارون احمد يلعب الكره العاليه هنا بالراس والابعاد، الابعاد عادت لزيار لكن قطعت من ايفاني، ايفاني يحاول المرور، مر ايفاني، تمريرته خاطئه، كثيره هي التمريرات الخاطئه. دلاو لعب الكره لكن الان دخلنا الدقيقه الثامنه من الوقت المحتسب عن الضائع. ستار ياسين مع الكره، ستار يلعب الكره العرضيه باتجاه دلاور، محمد دلاور يلعب الكره وخروج لاحمد بشار حارس مرمى فريق دهوك. ودخلنا في الدقيقه التاسعه من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. مهند قاسم يطالب احمد بشار لعب الكره سريعا، يلعب الكره العاليه، سماتي يترك ديار ياخي بالراس ستار ياسين الى ديار ياخي من جديد، ديار ياخي يلعب الكره العاليه، البحث عن هدف التعديل موسى عدنان لكن صعب، قطعت الكره، يحاول الان زيار كوفند يحاول المرور من امام سماتي لكن سماتي قطع الكره سماتي، وديار ياخي يلعب الكرات الطويله بحثا عن هدف التعادل. صعب جدا اداء نوروز لم يكن بذلك الاداء الكبير في الشوط الثاني. ماتسو واخيرا الحكم مهند قاسم ينهي احداث هذا اللقاء بفوز فريق دهوك على فريق نوروز بهدف فيران احمد في الدقيقه 35 مباراه دهوك. وجماهير دهوك الحاضره بقوه هنا في هذا الملعب، وايضا هارد تكريم نوروز وجماهير نوروز. حبكم مشاهدين تقبلوا تحياتي مع اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.